انا هجيب لك من الاخر، اسمع الفيديو ده كويس وركز في الكلام كويس. اتعود انك تتخلى عن فكرة ان الكلام مع ربنا بيكون في الصلاة بس. اتكلم مع ربنا وانت ماشي، وانت قاعد، وانت واقف، وانت وسط الناس، وانت على طريق السفر. اتكلم مع ربنا حتى وانت لوحدك. اتكلم من جواك واستخيره واحكي له. احكي له على اللي بتعمله دلوقتي وعلى اللي لسه ناوي تعمله. احكي له واشكي له وقول له على اللي مضايقك واللي تعبك، واحكي له على الضغوط اللي انت فيها وعلى اللي انت قلقان منه. قول له عن فلان وفلانة اللي بتحب وجودهم في حياتك، وقول له عن فلان اللي وجعك وفلان اللي ظلمك وفلان اللي مش فاهمك. ادعيه بتفاصيلك الصغيرة قوي، واستغفره على ذنوبك وأفعالك المتهورة. كلمه طول اليوم واطمن وخليك واثق فيه، فهو سندك الحقيقي اللي مش هضيعك. والله عز وجل قال لك في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. كيف تجعل شخصيتك أكثر تأثيرا؟ اسمع بقى المعلومة دي. اجعل كلامك هادفا، لا تكثر في الحديث في الأمور التافهة، واجعل كل كلمة تخرج من فمك في مكانها الصحيح. فالشخص الذي يكثر من الحديث تضيع هيبته وسط الكلام، فكل نادر غالي. اترك بصمتك أينما ذهبت. فالشخص ذو الشخصية المؤثرة هو الذي يذكره الآخرين بالخير ويبقى اسمه لامعا بين الحضور. لا ترفع صوتك، فالشخص الذي يرفع صوته في كثير من الأحيان يقال عنه أنه شخص ضعيف. لا تعطي الناس أكثر من قيمتهم، تضيع من شخصيتك التي عانيت في بنائها. وقدم المعروف ولا تنتظر الشكر. ليصلك كل جديد تابع حسابي واعمل لي لايك، وإلى اللقاء، سنعود بعد قليل.